نيجي هنا لمنطقة المطبخ والمعيشة الليفينج والطرقة اللي بتدخل على الأوض. العميل كان طالب هنا في المطبخ ان هو يكون امريكان ويكون فاتح على الليفينج اللي احنا عاملينه قدام المطبخ زي ما حضراتكم شايفين. المطبخ هنا كان ممكن يفتح على الطرقة ويفتح هنا لان هو ده الضلعين اللي انا اقدر افتح فيهم المطبخ. المطبخ لو فتح على الطرقة هنا صغيرة وهنضطر عشان ندخل المطبخ هندخل من الجنب، فما كناش هنستغل المساحة انسب استغلال، والعميل طلب ان يكون المطبخ مفتوح بالكامل على الليفينج. عملنا حسابنا هنا في المطبخ. المطبخ هنا كان صغير خالص، كان العميل طالب مننا ان احنا المطبخ ياخد كل الاجهزه بالغسالتين، غساله الطباق وغساله الهدوم. كان عنده فريزر واقف قديم، وطلب التلاجة بالاجهزه بالكامل. فده بالنسبه لنا ان احنا المطبخ ده عرضه 2 متر و40 في طول 3 متر و40. فطبعا العرض بتاعنا 2 متر و40، عندنا هنا 60 وحده، 160 عرض، فهياخد من 42 ده مساحه. فكنا لازم نخلي المطبخ ياخد كل الاستخدامات بتاعتنا ويطلع احسن حاجه. اشتغلنا المطبخ ده اصلا الخامات بتاعته الضلف كلها بولي لاك، والجسم بتاع المطبخ كله خشب جود وود. والمطبخ من تنفيذنا ردينا في المطبخ كله بالبروفايل ليد زي ما حضراتكم شايفين كده، والرخام الكوارتز الاسباني. الرخام ده في منه الاسباني، وطبعا في منه التركي، وفي منه الصيني، بس يفضل نبعد عن الصيني عشان ما يبقعش. وعملنا مستويين للرخامه هنا، ورخامه للتقديم هنا، ورخامه اللي كانت ماشيه معاها في المطبخ على ارتفاع 90 سم بتاع اليونت من تحت. المطبخ هنا لو هنلاحظ ان احنا استخدمنا الاكسسوار الذهبي معانا. احنا الاكسسوار المقابض او اي شغل هنا استخدمنا الاكسسوار الذهبي عشان يرد معانا على الكوارتز هنا الذهبي اللي حضراتكم شايفينه. في منه كوارتز الرصاص الجراي، بس يبقى على حسب الشغل بتاع اللي احنا عاملينه. المطبخ هنا هنشرحه دلوقتي احنا نفذنا فيه ايه، لان المطبخ ده واخد كل الاجهزه. كان بالنسبه لنا هنا دايما يفضل باب المطبخ ان احنا نعمله في النص عشان نستغل المساحه يمين ونستغل المساحه شمال. يعني المطبخ لو اتعمل هنا بالظبط كده هنستغل الجزء اليمين والجزء الشمال، بس ما عرفناش نعمله هنا في النص لان احنا كنا عايزين نفصل الاجهزه عن بعض. يعني ايه؟ يعني الباب ده لو كان اترحل عند مكان التلاجة هنا، تمام، كان الزون بتاع التلاجة هيبقى هيجي يفتح على اماكن الغسالات اللي احنا نقلناها في البار، لان احنا هنا عملنا الحوض هنا في الجزء